ليه اعمل مقايسه في مكتب او عند مهندس تكون بسعر، واعملها في مكتب او عند مهندس تاني تكون بسعر تاني خالص، سواء اغلى او ارخص؟ في للاسف ناس بتقع في الفخ ده. في مكاتب بيعتمدوا على ان هو يديك مقايسه قليله، وبعد ما تشتغل معاه تتفاجأ ان الرقم بيكبر اضعاف الرقم بتاع المقايسه. فخد بالك ان الفكره مش في المقايسه القليله، الفكره المقايسه تلاقي فيها حاجتين مظبوطين. رقم واحد، مواصفه. المواصفه دي اهم حاجه، لازم تقراها وتفهم الراجل ده مواصف البند ده ازاي. الجبسن بورد ده الصاج بتاعه كام من 10، نوعه ايه، جايب صاج من كناوف ولا جايب الجبس بس اللي من كناوف. العزل ده نوعه ايه اللي هو حاطه في المقايسه، عزل كيماوي سيكا سيل 107 ولا ممبرين وخلاص؟ ما هو ده ليه طريقه وده ليه طريقه، وده ليه تكلفه وده ليه تكلفه، وده ليه نتيجه وده ليه نتيجه ثانيه خالص. فركز، ما تركزش في السعر بس لان غالبا بيكون فخ، ركز في المواصفه وكمان السعر، الاثنين مع بعض. حاجه كمان ولعبه كمان بتتعمل، الحصر. المقايسه كمان بيكون فيها حصر. الحصر ده ممكن يبقى غلط، يقول لك معلش اصل احنا هنقيس في الاخر. لا طبعا، في النهايه المقايسه طبعا هنقيس في الاخر، لكن في النهايه هي بتبقى قريبه، ما بتزيدش او بتقل 10 15% بالكتير، لكن مش اكتر ولا اقل من كده. دي حاجات مهمه خد بالك منها علشان ما تقعش في الفخ. تابعني واعمل فولو. يومكم جميل.